السلام عليكم حبوباتي زينات. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كما عودتكم في قناتي مهما كان محتوى قناتي، ولكن ما نقدرش ما نفيدكمش بالاشياء اللي استفدت منها ونبارطاجي معاكم كل حاجه عطاتني نتيجه مبهره. ونعتذر منكم على صوتي لاني مريضه شويه بحلقي. كما نعرفوا احنا في فتره الصيف، ومهما كان انسان رجل او امراه يكره حاجه اسمها التعرق، مع انه التعرق هو حاجة صحية للجسم. الافرازات هذه كتخرج السموم اللي في جسم الانسان. ولهذا حبيت يعني نفيدكم بالكريم اللي اكتشفته مؤخرا. والكريم هذا كيف ما اكتشفته يعني شريته لي الام تاعي ربي يحفظها، هي اللي جابته لي. والسعر يعني سقسيتها على السعر، قالت لي 65 ألف شريته. الكريم هذا يعني هي ما تستغناش عليه، وكيف ما يعني شفتوا باللي راهو مليح. جربته مدة 15 يوم وباه كما عودتكم حاجة نجربها صح، نشوف فيها فائدة باش نقدر نبارطاجيها معاكم. وهذا الكريم راح يغنيكم عن استعمال خلطات اللي تدي وقت في التحضير. أنا عن نفسي نعجز في تحضيرها، وأيضا قد يكون فيها مكونات ضارة للجسم، ولهذا حبيت نفيدكم بهذا الكريم الرائع كما فاتني. الحاجة اللي لاحظتها في هذا الكريم بعد استعماله انه جهة الابط تبقى ناشفة مدة طويلة ومعطرة برائحة زكية، رائحة ما نحكي لكمش يعني روعة. مهما نكون في المطبخ ولا في الشارع يعني تحت أشعة الشمس الحارقة ما لاحظتش انه يعني تحت الابط فيه عرق. كما عودتكم في نهاية اي فيديو نوريه لكم فيه يعني منتج فادني، نحب نبارطاجي معاكم ايضا وش مكتوب في الامبالاج تاع اي منتج، وايضا نجربوا معنا الكريم كما يكون على الجلد. في البداية نجرب معاكم الكريم. نوضعه على قطعة يجي بهذا الشكل. يعني تكون راكم معايا تشموا الرائحة، رائحة ولا اروع. يجي بهذا الشكل يعني ما يزيد ما والو، لفات تحطوه برك بعد دقائق ينشف. في البداية هذا التيوب تاع الكريم مكتوب فيه فالز وبالأجنبية فالز pH يعني une fois par semaine، مرة في الأسبوع، يطبق مرة في الأسبوع، يعني أسبوع كامل راح يغنيكم عن التعرق جهة الإبط أو جهة المنطقة الحساسة. enlèvement doux crème déodorante، يعني الكريم هذا معطر، وأيضا تولي جهة الإبط الملمس تاعها رطب يعني حريري. كريم مزيل الرائحة التعرق لمدة 7 كما تشوفوا معايا لمدة 7 أيام. وهنا طريقة الاستعمال. ينظف، نوضح لكم مش مكتوب، ينظف تحت الإبط ويوضع قليلا من كل من كريم فالز ويدهن بشكل جيد للانتعاش ورائحة زكية لمدة 7 أيام. هذا وش مكتوب في العبوة من جهة الوراء. فيها فيتامين أو، نعرف كان واضحة معاكم، فيها فيتامين أو وأيضا عوامل استحلاب، مواد معطرة مطهرة، وأيضا لانولين، زيوت عطرية، ماء مقطر،
وأيضا مادة حافظة. هذا هم المكونات. أنا نحب ديما أي منتج نوريه لكم ماذا بيا تقراو يعني أي حاجة فيه. كاين وحيد يحبوا يعرفوا المكونات تاع المنتج هذاك، ولهذا ديما نحب نقراها لكم. يجي بهذا الشكل. هذا والعلبة تجي بهذا الشكل، مكتوب فيها فالز كريم مزيل لرائحة التعرق، لا حاجة لاستخدام المعطر بعد اليوم. بالنسبة هذه جاها بالنسبة للنساء، وأيضا يستعمل أيضا للمناطق الحساسة. العبوة والسعة تاعها 75 ملي. وهذه جاها يعني نقدر نستعملها الرجال كما تقدر يستعملوها النساء. تجي بهذا الشكل. الاستعمال تاعها: بعد التنظيف يدهن الكريم للتعقيم وإزالة الروائح الكريهة وقتل البكتيريا الناتجة عن التعرق، وبعد الدورة الشهرية. هذه بالنسبة مكتوبة هنا بالنسبة للمناطق الحساسة بالنسبة للمرأة. وهنا طريقة الاستعمال، يعني يجب أن يغسل تحت الإبط جيدا، يعني يغسل جيدا ونشف المنطقة تحت الإبط بمنشفة نظيفة، ومن بعد نطبقوا هذا الكريم يعني جهة الإبط، تخلي لكم الإبط بدون تعرق لمدة أسبوع كامل، وأيضا تعطيكم تعطير ورطوبة جهة الإبط وأيضا المنطقة الحساسة. وفي الأخير نتمنى يعني ذكرت لكم كل حاجة عن هذا الكريم وعن فوائده وعن طريقة الاستعمال والسعر أيضا. يعني هدوم 3 حوايج الأساسيات في أي منتج. كما عودتكم أي حاجة نشوفها فادتني نبارطاجيها معكم، وأيضا أي حاجة تضرني بإذن الله نبارطاجيها معكم. مهما كان محتوى، كما قلت لكم في البداية، مهما كان محتوى قناتي ما يهمنيش، المهم عندي أني نفيد حباباتي الغاليات الزينات. نتمنى فيديو اليوم كان فاتكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، وانتظروني في فيديوهات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.